من اسبوعين من دلوقتي كنت منزل فيديو وهو قرار بكل بساطة ان انا هكون حقيقي، والحاجة اللي هعملها هتكون علشان انا عايز اعملها، مش ويكون بشكل كامل، مش عشان الناس بتعملها فعايز اعملها زي ما هما بيعملوها او علشان اظهر قدام الناس او الى ذلك. فالمهم الموضوع كان جميل وزي الفل، ولكن اكتشفت انا دلوقتي حتى وانا بتكلم في فيديو حصل نفس الشعور اللي انا حسيته امبارح، وهو ان بكل بساطة ان انا بحاول اتكلم بشكل مناسب جدا، بشكل كويس، عشان انت تستمتع بالفيديو. وده مضايقني، اللي هو انا دلوقتي بشكل او باخر مش بكون حقيقي. يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه، فكرة ان هو اصل الفيديو او اللي انا عايز اتكلم فيه ان هو بكل بساطة انا عايز اكون حقيقي. يعني بجد انا شخصيتي الحقيقيه، سواء بقى الحاجات المجنونه اللي بعملها، الحاجات الغريبه، معرفش طريقه كلامي اللي هو العاديه اللي هو بتكلم عادي، انا عايز اكون كده. ولكن حتى وقت ما انا اتكلمت في الفيديو اللي انا نزلته ان هو كان اوقات، يعني انا اوقات من حياتي كنت بكون اللي هو انا تمام، وشخصيتي اللي هي انا اللي هي بتحب، اللي هي فضوليه جدا، اللي هي بتسال كتير، اللي هي مش وحشه. أنا بالنسبة لي مش وحشة، واللي هو ممكن كان في بعض الحاجات أو توجيه شخصيتي الحقيقية كنت بوجهها بشكل غلط، لكن مش وحشة. بس أنا بكون مستريح، يعني اللي هو أنا مش عايز أحط قناع باختصار كده. فأنا في المفروض في خلال الفترة دي اللي هو من وقت ما نزلت الفيديو لمدة تقريبا أنا قلت من نفسي 360 يوم، اللي هو أنا أكون حقيقي، اللي هو أنا مش عايز أحط أقنعة، اللي هو أنا مش عايز أظهر، أنا مش عايز أرضي، أنا عايز أكون حقيقي. وفي نفس الوقت تعاملي مع الناس هتعامل معاهم بشكل كويس وبأخلاقي، ما فيش مشكلة، مش لازم أجمل نفسي قدامهم، ومش لازم الناس كلها تقبلني تمام، ومش لازم اللي هو المهم الموضوع طلع صعب جدا. أنا طبعا من الحاجات اللي الحمد لله اكتسبتها هي الشفافية مع نفسي، بمعنى إن أنا بحس باللي جوه. وزي ما كنت في أول الفيديو حسيت إن لأ، أنا مش، أنت بتحاول تجمل الفيديو أو بتحاول تتكلم بطريقة معينة، لان انا اصلا في الاصل يعني دي عادات اصلا بحد ذاتها، يعني عادة ان انا دي عادة من الطفولة بحد ذاتها، عادة انك انت تتكلم بطريقة معينة وبشكل معين عشان ترضي اللي قدامك، عشان تاخد اللي انت عايزه، علشان او عشان يقبلك او عشان يتقبلك او عشان كل ده. دي حاجات للاسف اتعودنا عليها يعني لمدة كبيرة قوي. فوقت ما انت تحاول تسقط القناع ده وتحاول تبني على الاساس اللي هو انت، طبعا في البداية الناس اللي هم عارفينك هياخدوا وقت لحد ما يتعودوا، لأن أنت بالنسبة لهم شخص اختلفت عن الشخص اللي هم يعرفوه. لكن بالنسبة للجديدة، الناس اللي هو أول مرة تشوفهم، فعادي بقى اللي هو فاهم اللي هم أول مرة يشوفوك فهو أنت ده تمام. وكده الناس اللي بتتغير، يعني حتى ده جت في بالي دلوقتي، وقت ما بيتغيروا بيسافروا. يعني هما بيسافروا مكان معين محدش اصلا يعرفه، فوقت ما بيطلع مثلا باي يكن الشخصيه سواء بقى حقيقيه او حتى برضه بيضحك على نفسه تاني، بيبقى اسهل في التغير من فكره وقت ما يبقى وسط الناس اللي هم متعودين على شخصيه معينه. المهم انا طبعا مش هسافر، ممكن بصعب على نفسي وانا بحب اصعب على نفسي، ولكن لان انا بجد يعني اللي هو انا مش عارف اذا كان مكابرة بكابر قدام نفسي، اللي هو لا، ما اللي هو خليك زي ما انت وكل الناس هتتعود وكل الكلام اللي اوقات بحس ان انا بضحك على نفسي بيه. ولكن يكفيني، وده كلام لنفسي، ان انا شايف نفسي مش حقيقي، وبحاول اخلي نفسي حقيقي. ودي حاجة للاسف ما كانش فيها مدة كبيرة، او هي فيا او هي في اي حد، ولكن المكابرة. وانا الليميت بتاعي ساعة، يعني ده تقريبا ساعة بالظبط، يعني أنا ساعة بالظبط بكابر. ده الليميت بتاعي، وده اللي انا بصيت، لان انا امبارح كنت طالع لايف. وحتى في اللايف لان انا اصلا كنت ستريمر، كنت وقت ما كنت بطلع ستريم في العاب والكلام ده كنت بحاول اتكلم وبعمل بالشكل اللي اشوف الاشخاص مستمتعين بيه. فالمهم وقت ما انا في اول كام كنت طالع كام لايف، في الوقت ما خدت القرار ده في البدايه كنت بطبق فعلا الحاجات اللي بتعلمها وبعمل الحاجات وبتكلم. اه بستخدم نفس الاسلوب بتاعي ولكن بالشكل الحقيقي بتاعي، مش من غير ما ازود او اعمل حاجات لاجل ان انا اخلي اللايف كويس. ولكن بعد كده امبارح مثلا وقت ما طلعت لايف، وكنت تقريبا ممكن يكون يعني هما اخر كام يوم كده،
لقيت نفسي ان انا حوار الكتب، حوار كذا، حوار انا فكرت في ازاي اخلي اللايف ممتع، مش اللايف مناسب ليا ان انا اتعلم اصلا. لو انا طالع المفروض اللايف بدل ما طالع عشان اتعلم. فالمهم حوالي من ساعة من اللايف، اللي هو وقت ما انا في البداية كنت نسبيا بعمل الحاجات اللي انا كنت بعملها، بعتقد الموضوع داخل على حاجات انا عاملها مش علشان نفسي بس عشان اطلع في اللايف كده وخلاص. لا، في مشكلة، في دي. وبعدين في حتى في آخر اللايف قلت اعتبر ممكن ما احترفتش بالحوار ده، بس انا بصيت للموضوع بشكل تاني، اللي هو انا بصيت ان انا يعني حتى ممكن ما قلتش ده مباشر عشان برضه ممكن مش عارف اذا كنت فعلا ما كنتش شايف ده امبارح، ولا كان ممكن برضه اللي هو عشان مش عايز يبقى شكله وحش قدامنا اللي انا اقول ان انا طلعت اللايف ده وعملته بالشكل ده علشان يبقى كويس للناس قبل ما يبقى كويس ليا واستفاد منه. المهم باختصار كده، فبس في مدة ساعة بالظبط لقيت نفسي خلاص أنا هقفل اللايف. ف... لكن زمان بقى اللي هو كان بتقعد بقى بالشهور أو ممكن حرفيا ما ببالغش، ممكن كان بالسنين كمان، اللي هو كان لحظة الفوقان اللي لأ أنت بتعمل كل اللي أنت بتعمله ده مش عشان نفسك. وحتى ده اللي ممكن بالنسبة ليا كان له مدة كبيرة في حاجات تانية، لأن حياتك حرفيا أنت مش هتكتشف إنها حاجة واحدة، بل مجموعة من الحاجات. وكل حاجة أنت بتعملها جزء منها بيبقى مش حقيقي بشكل كبير. واصلا لو انت قلت لي لا انا حقيقي او مش حقيقي، فانت عشان تقول الاجابه دي لازم تقعد مع نفسك اصلا، ولازم تعرف نفسك. ولو انت مش عارف نفسك اللي هو مش انك حابب ايه ومش حابب ايه، ولكن المشاعر دي وكل الحاجات اللي جوه اللي بتحصل لك دي، لو انت مش فاهمها، فلو انت فضلت تقول الصبح انا حقيقي او مش حقيقي مش هتعرف. و... ولو هنصح طبعا بكتاب في الموضوع ده يبقى كتاب قوانين الطبيعة البشرية، ولو انت عايزه ممكن تتواصل معاه وابعتهولك يعني. بس الكتاب ده من الكتب اللي كانت مقدمة بالنسبة ليا، على الرغم ان ممكن يبقى حجمه كبير شوية، بس في نفس الوقت خلاني أبدأ أكتشف الشفافية مع نفسي وإن أفهم مشاعري، واللي من خلالها وصلت مثلا لنقطة اللي أنا بقول على نفسي دلوقتي إن أنا مش حقيقي. فرق ما بين الجزء اللي أنا شايفه إن لأ ده حقيقي بالنسبة ليا، والجزء اللي اتبنى علشان أرضيك وبس. فطبعا دي ممكن تتسمى انتكاسة في بداية التجربة، ولكن أنا مبسوط بشكل أو بآخر إن هو يعتبر النهاردة أسبوعين. وطبعا على الرغم إن أنا اتعلمت، ولكن طبعا ده منعني إن أنا أتعلم بشكل أفضل حاجات تانية. ولكن إحنا إن ناخد بالي من حاجة زي كده وأتكلم بيها برضه عشان ما انساهاش في البداية، أفضل من إن أنا كنت أكابر لمدة ما ال 360 يوم يخلصوا وبعدين ألوم نفسي أو ألوم المجتمع أو أيا يكن يعني. بس فده اللي أنا كنت عايز أقوله، وهحاول أكون حقيقي بأكبر قدر لحد ما في آخر التجربة دي أكون حقيقي بشكل كامل. طبعا لأن التحول ما بيحصلش في يوم وليلة، وأنا كل حاجة بالنسبة لي في عاداتي، ممكن لو هتكلم في حاجة بالنسبة لي مميزة، قرب من ربنا حصل بشكل بطيء ومستدام. يعني مش مجرد إن أنا بقيت بعمل حاجة وبقطعها، وحتى التغير حصل نتيجة معرفة ديني ونفسي أكتر. فهو ده الفكرة. فأكيد ده أنا بالنسبة لي الرحلة بتاعتي إن أنا أعرف نفسي الحقيقية أكتر ومشاعري أكتر، فبالتالي هعرف أشوفها أوضح، فبالتالي هعرف أكونها أصلا. وبس. سلام.